ادواردو فارغاس طبعا في الامام، وفارغاس ادي فارغاس فرصه كبيره جدا وتضيع مرة أخرى، مش ممكن، ومرة أخرى الكرة، الفرصة مستمرة، لا روخا يرد الآن، يأتي الرد خطير، جول فعلها أليكسيس سانشيز بعد 15 سنة يكرر ما فعله سالاس في ويمبلي في شباك المنتخب الإنجليزي. تهتز شباك فريزر فورستر الحائط كما وصفته الصحافة الإسبانية بعد تألقه أمام برشلونة في مواجهة سيلتيك العام الماضي. لكن شوف الهجمة بدأت من فارغاس ثم جاءت التسديدة ومرة أخرى العرضية ويصطادها عرضية بوسيجور ثم مينا ويصطادها أليكسيس سانشيز في أقصى الزاوية اليمنى على يمين الحارس فورستر. هدف رائع، هدف جميل ورد قاسي جدا من قوات تشيلي على الضغط الإنجليزي المبكر، والفرصتين اللي ضاعوا أنقذهم كلاوديو برافو أولا، وضاعت الفرصة الأخرى من روني. أليكسيس سانشيز يحرز أول الأهداف. لقاء ودي لكن هي مباراة رسمية تتنكر في الثياب الودية، الشيء المؤكد في هذه المباراة. انفراد أليكسيس، يا ولد مش ممكن. أليكسيس سانشيز يعيد التاريخ بحذافيره كربونة بعد 15 سنة 2-0، لكن استبدل اسم مارتشيلو سالاس بأليكسيس سانشيز. 2-0 في نفس المكان يتألق. شوف الأخطاء وأليكسيس سانشيز ينفرد ولا يخطئ وبمنتهى المهارة وتشيب رائع من فوق الحارس فريزر فورستر. يستحق الفوز، يستحق الانتصار، وجمهور تشيلي يستحق هذه الاحتفالات في مدرجات الويمبلي العظيم. أليكسيس سانشيز يضاعف النتيجة، يسجل هدفه الثاني في هذه المباراة، وفرحة هستيرية. مرتدات مميتة، الهجمة المرتدة